أيوة، أنا اللي حطيت على الجبنة بيضة وقليتها في الزيت وعملت اختراع أول مرة هتشوفيه على السوشيال ميديا. كل مجرب وصفاته مرينة. النهاردة بقدم لكم الأكلة الجميلة دي، كرات الجبنة السايحة، بجد خطيرة، ولادك هيعشقوها. عشاء مقبلات كده سريعة، بجد هتدمني طعمها. وصفة سهلة ب3 مكونات بس، وكل اللي أنا هحتاجه في الوصفة 200 جرام بس من الجبنة الموتزاريلا. طبعا عايزة تضاعفي الكمية براحتك، بس طبعا لازم الجبنة الموتزاريلا تكون عندك سايحة، يعني تطلعيها من الفريزر تسيبيها شوية كده تفك لغاية اما تبقى لينة بالشكل ده. هجيب بقى بيضة وهحط البيضة على ال 200 جرام جبنة موتزاريلا. يا جماعة اختراع تحفة وخطير، وهتدعولي بعد ما تعملوا الوصفة دي. بالنسبة بقى للمكون الثالث وهو النشا، أنا هنا معايا حوالي 3 معالق كبيرة من النشا. الأول كده أضفت معلقتين، يعني مش هضيف النشا مرة واحدة، حطيت معلقتين وهقلب بقى البيضة مع الجبنة الموتزاريلا. وادعكي براحتك كأنك بتدعكي عجينة بالظبط. عايزة أقولك الجبنة الموتزاريلا لينة وهتتشكل معاكي كأنها عجينة، احنا متفقين إنها فكة وخارجة من الفريزر. ابتدي بقى ادعكي فيها وهرسي فيها كويس، سواء بقى بإيدك أو بالهراسة زي ما انت عايزة. دلوقتي هضيف بقى المعلقة الثالثة من النشا. ما تكتريش النشا عشان طعم كرات الجبنة ما يبقاش نشا، يعني يا دوب 200 جرام من الجبنة عليهم 3 معالق كبيرة من النشا، حوالي 30 جرام. اعجني بقى كويس. طبعا لو فضلتي تعجني بايدك هتفضل ملزقة، فلازم اروح اغسل ايدي الاول، وبعدين هتلاقيها اتلمت معاكي وهي طبعا ما زالت لينة، بس النشا هيخليها تتماسك. دلوقتي شايفين القوام؟ هي قوامها بيبقى كده بالظبط، ما تزوديش نشا زيادة. وزي ما قلت لك لو انت حابة تعملي كمية كبيرة منها يبقى هتضاعفي الكمية. احنا متفقين كل 200 جرام جبنة موتزاريلا 30 جرام من النشا وبيضة. يلا بقى كده نشكلها لكرات وبولز صغيرة. عايزة اقولك انها يعني ابيتايزرز حلوة قوي، او مقبلات سهلة وسريعة، عشا خفيف كده، خدناها في سندوتش فينو تحفة. يعني اللهم بارك، هتعشقي طعمها، وفعلا ما خدتش وقت ولا مجهود خالص. يعني انا بعملها في اخر الليل كده، العيال بعد ما اتعشوا ما فيش ساعتين جعانين، فقمت عاملاها. انتوا عارفين الشتاء الواحد بيتعشى مرتين 3، وعلى طول ابتديت في تشكيلها لكرات صغيرة كده. عايزة بقى تشكليها صوابع، اي شكل انت عايزاه براحتك. معقولة يا مريان هتحمري الكرات دي في الزيت؟ هقولك ايوه، وهتشوفي ولا هتفك ولا هتسيح، رغم ان المكون الاساسي هو الجبنة الموتزاريلا. ما تقلقيش من النقطة دي خالص، وعلى ضمانتي. وجبت طاسة عندي في زيت غزير، وابتديت على طول انزل بكرات الجبنة. طبعا اما حطيتها وشكلتها تحسي ايه ان الكرة ريحت، فبقيت اخد كل كرة اكورها تاني وانزلها في الزيت عشان يفضل شكلها مدور. وهي بتحتاج زيت غزير، فاختاري طاسة صغيرة كده ويكون فيها كمية حلوة من الزيت، وابتدي انزلي حمري على طول. والنار بتكون وسط، لا هي عالية ولا هي هادية. بهز كده الطاسة، ما بجيش ناحيتها اول ما بحطها، وهتلاقيها على طول كده طلعت فوق الوش. واول ما تاخد معايا اللون الذهبي هشيلها على طول. خلي بالك ما تسيبيهاش فترة كبيرة على النار عشان الجبنة ما تنشفش من جوه. انت اصلا ممكن تلاقيها اتحولت معاكي كده للقمة القاضي وتنشف. فيدوب اول ما تاخد لون ذهبي فاتح شيليها عشان تفضل الجبنة سايحة من جوه. كمان عايزة اقولك هي بتتاكل سخنة، يعني مثلا لو هتعمليها جنب اي اكل تكوني مخلصة الاكل وغرفاه، وهي تقليها هي اخر حاجة. ليه؟ عشان الجبنة من جوه تفضل سايحة معاكي. بصي، تقليبة في التانية في التالتة، انا كل ده في انتظار اللون الذهبي. بصي هو ده اللون اللي انا عايزاه، الذهبي الفاتح. بصي يا جماعة، خطيرة خطيرة. وعايزه اقول لك اللهم بارك اتنسفت. يعني بعد ما عملتها قالوا لي اعملي لنا تاني، قلت لهم لا يا حبايب قلبي، ده كان شويه جبنه مركونين في الفريزر مفيش غيرهم. يعني 200 جرام جبنه موتزاريلا اقل من ربع كيلو. انا متاكده ان شاء الله بعد ما تجربيها هتعملي كميات منها، بجد خطيره والطعم لذيذ قوي. يلا بقى كده خلاص حمرت الدفعه التانية، وتعالي بقى اوريكي شكلها من جوه، خطيره والطعم تحفه. طبعا طعم جبنه موتزاريلا. عايزه اقول لك كمان معلومه صغيره، هي طبعا طعمها دلع زي طعم الجبنه الموتزاريلا. لو انت عايزاها تبقى حادقه شويه ضيفي وانت بتعجني شويه ملح، نطره فلفل اسود، يعني تبليها زي ما انت عايزه. بس احنا كده بنحب طعمها يكون دلع ولذيذ بالشكل ده، يعني طعم الجبنه الموتزاريلا. بصوا بصوا الجمال، اللهم بارك. وطبعا زي ما قلت لك ما تتاكلش غير سخنه. ام ريانه بقى تستاهل منك اجمل دعوه ولا لا؟ ما تنسيش الاشتراك في القناه ومتابعه صفحه الفيسبوك، ولايك كتير كتير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، وشاركيه مع اصحابك. كان معاكي شيماء محمد، والسلام عليكم ورحمه الله.